بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بحبكم في الله جميعا وبشكركم جدا جدا على تعليقاتكم الجميلة، وكل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين طبعا على رمضان، فالفيديو بتاعي النهاردة كنت هقول لكم واوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها عشان خاطر الشهر الكريم ده. برضو بنحب كده كل سنة نجيب شوية حاجات كده في المطبخ نجدد كده. فانا بحب ان انا اجيب واشيل واجي بقى في رمضان كده اطلع حاجات جديدة، لان طبعا شهر ده كريم وبنحبه كلنا وبنحب نفرح بالحاجات اللي بتاعت رمضان. طبعا زينة رمضان ما بنشتريهاش كل سنة، احنا بنشيلها ويجي السنة اللي بعديها نحطها. المفارش، الزينة اللي بتتعلق، الحاجات دي طبعا غالية جدا، احنا عندنا بقالها كذا سنة. الفانوس، كل ده بنطلع الحاجات دي ونعملها. النهاردة زي ما انتوا شايفين جبت الطقم التوزيع ده، عجبني جدا جدا. بصوا، مكون من 3 قطع. بصوا حلو جدا، شايفين؟ دي بقى ايه، بتتقفل وتتفتح عشان التهوية، هم عاملين كده، بس هو طقم بصراحة حلو. ده ازاز، شايفين؟ دي اصغر واحدة، ودي الوسط، ودي الكبيرة. الطقم ده جميل جدا، هيتحط فيه مثلا جبنات، الزيتون، الحاجات دي كلها. وكمان جبنة زي ما انتوا شايفين، دول جمال جدا، لقيتهم حلوين للزبادي. انا عندي الفخار بعمل فيه الزبادي، بس حبيت ان انا ايه، اجدد واغير يعني. جبت لقيتهم حلوين وبيدخلوا الفرن، فقلت ليه لا نغير. وسلطانية كده كبيرة، يعني انا عن نفسي ساعات ما بحبش السحور قوي، فبحب اكل الزبادي البيتي، بتبقى طعمها جميل. وجبت كمان اطباق عجبتني جدا جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا، اكروبات برضو بيتحط في الفرن، لو انا عامله حاجه وعايزه ادخلها الفرن كده زي ما هي ادخلها. طبق غويط، ينفع كمان يتحط فيه سلطه، ينفع يتعمل فيه حاجات وتخش الفرن. يعني عملت اكله كده كلها. انتوا عارفين رمضان بيبقى عايز اكل يوم بيومه، يعني انا ممكن اعمل فيه كده اكل واروح ايه مدخلاه الفرن. عجبني قوي قوي وسعره كمان حلو، يعني في ظل الاسعار العاليه دي كان بصراحه البياع متهاوت في السعر، وكان ايه سعره حلو. وجبت كمان اطباق كده زي ما انتوا شايفين وسط، شكلها حلو جدا. بصوا يعني خفيفه وبرده بتخش الفرن. كل اللي انا جايباه ده بيخش الفرن، وممكن بقى ايه ندخله الميكروويف نسخن وكده، ماشي. دي الحاجات اللي عجبتنا وجبناها، وبجد بجد سعرها حلو جدا. الطقم ده برضو يعني كان غالي شوية، لان ازاز والماتيريال بتاعته حلو. وزي ما انتوا شايفين دول، يعني الواحدة من دي انا جبتها تقريبا ب30 جنيه، بتخش الفرن. تمام. نخش بقى على الجميل بقى في الموضوع، واللي انا كنت هعمل عليه الفيديو. مكنة الباستا. المكنة دي اللي هي اساسا ايطالي، بيتعمل بيها المكرونات. يعني الايطاليين هم مشهورين بالمكرونه وكده، فطبيعي كل بيت عنده فيه مكنه من دي، لان بيعملوا مكونات كده مخصوصه للمكرونات، مش مجرد دقيق وميه وخلاص. لا لا لا، في وصفات كتيره عجينه المكرونه. فهم المكنه دي ايطاليه، بس الصنع ياباني. بس دي الاصلي بقى، بس جميله جدا. انا من هواة اللازانيا، ما بشتريهاش، بعملها في البيت. دي المكنه دي بقى. المكنة في بيسموها المخروطة، بيعملوا بيها المخروطة، وفي بيسموها اللي هي القدوسية. القدوسية طبعا انتوا عارفين دي أكلة صعيدي، تحية للصعايدة طبعا، اخواتنا وحبايبنا بيحبوها جدا. فكانوا بيعملوها ايه، بيفردوا العجينة كده زي الفطيرة ويلفوها زي الساندوتش، ويحطوا كده ويمسكوا سكينة ويقطعوا كده بالراحة ورفيع جدا عشان تطلع القدوسية. وبعد كده يسووها على حلتين، حلة ومصفى، والحلة تبقى فيها مية والمصفى يتحط فيها القدوسية وتتغطى بشاش وتتسوى. انا من هواة طبعا اللازانيا، فانا ايه كنت بفردها. طبعا انتوا عارفين مكونات اللازانيا ما فيهاش ميه خالص، هي بتبقى دقيق وبيض فقط لا غير، فالعجينه بتبقى قاسيه شويه. المريديانه بقى افضل اشد فيها واعمل فيها، بتبقى جامده خالص. فانا ايه اختي صراحه
ربنا يخليها لي ويجازيها خير، راحت جايباها لي. دي من السعوديه، دي الاصلي، الستانلس بتاعها. بجد الماتيريال بتاعتها جميله جدا زي ما انتم شايفين. ده الكتالوج بتاعها، ودي طبعا شكل الحاجات اللي بتتعمل فيها. بصوا، تتعمل فيها بقى ايه؟ المكرونات بكل انواعها واشكالها. بصوا شايفين الباستا اهي، عايزه بس اوريها لكم اهي، شايفينها؟ حاجه بجد بجد روعه، والمكنه جميله جدا. فيها 3 مستويات، والسنون بقى زي ما انتم شايفين. ان شاء الله هنعمل بقى وصفات بيها الايام الجايه. انا عملت فيها اللازانيا، مريحه وجميله جدا. انا بعجن العجينه وبفردها وباخد قطعه قطعه وادخلها طبعا في الخانه اللي هي المفروض تتعمل فيها دي، وبتطلع رقيقه جدا وبتطلع احلى لازانيا. لان انا مش بحب اشتري اللازانيا من بره، بحب اعملها في البيت بكل المكونات بتاعتها. مثلا دقيق وبيض وبس فقط لا غير، وذرة ملح ومعلقتين زيت. وساعات بنجيب طبعا السبانخ بنحطها في مية مغلية ونطلعها على مية بتلج، ونضربها في الكبة ونعجن بيها اللازانيا مع البيض، فبتطلع اللازانيا لونها أخضر. وعليت القيمة الغذائية وحطيت فيها السبانخ للي ما بيحبش ياكل السبانخ مطبوخة. أنا بدخلها في اللازانيا، وأنا عشان بعمل لازانيا كتير وبحب افردها وكانت بتتعب دراعي فعلا، فالمكنه دي وفرت عليا كتير. المكنه دي اساسا ايطالي بس دي صنع ياباني، والماتيريال بتاعتها حلوه جدا. بجد بجد اتمنى ان انتوا تجربوها. في حاجات كتيره هتعملوا بيها مكرونات. ده مستوى وده مستوى، وده كمان المستوى اللي بيفرد العجينه، ودي اللي بيقطع الباستا، ودي اللي بيقطع اللي هي القدسيه، واللي بيسموها حاليا دلوقتي المخروطه. وزي ما قلت لكم القدسيه دي اكله صعيدي جميله جدا. بعد ما تتسوى بيتحط عليها سمنه بلدي وعسل اسود، وبتتاكل سخنه وجميله جدا. بتبقى الصبح كده معظم الناس اللي بيعملوها ريحتها كده جميله وحلوه جدا جدا، واكلتها جميله. في كتير ما يعرفوش ايه القدسيه، هم دلوقتي بيقولوا عليها المخروطه. فالمكنه دي زي ما انتم شايفين، انا النهارده قلت اعمل الفيديو واقول لكم مميزاتها، ما لهاش عيوب، هي صراحه جميله جدا. يعني احنا الاول كنا بنفرد العجين ونقطع. زمان انا قلت لكم ان بيقطعوا القدسيه، بيفردوا العجين ويلفوه زي السندوتش ويمسكوا كده وبالسكينه يقطعوا 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 عشان تطلع رفيعه. دلوقتي بقى التكنولوجيا عملوا المكنه دي، نحط العجين تنزل خيوط خيوط كده زي ما انتم شايفين في الشكل ده اهو. بصوا جمالها، دي عامله زي الاسباجيتي، دي بتبقى القدسيه بقى اللي بيقولوا عليها المخروطه حاليا. المكنه الماتيريال بتاعها استانلس اصلي، حلوه جدا. يتعمل فيها، في ناس بيعملوا فيها ايه زي جلاش، عجينه كده زي الجلاش، وبيحشوها بالحشوات الجبنات والعصاج المختلفه. بيعجنوا العجينه عادي بميه ودقيق وملح، ويفردوها في دي، وتطلع كده زي رقائق الجلاش، ويحطوها في صينيه ويحشوا ويغطوا تاني، ويقطعوها بعد كده بالسكينة ويزقوها بالبشاميل اللي هو السائل. يعني المكنة دي بصراحة جميلة جدا جدا جدا. طبعا بشكر أختي وبتمنى لها الصحة والعافية اللي جابت لي المكنة دي بصراحة، عشان كانت بتشوفني وانا بعمل اللازانيا بتعب، فراحت جايبه لي المكنة دي هدية. طبعا حبيت اعمل لكم النهارده ريفيو عن المكنة المخروطة او القدسية. وفي كمان بقى قلنا ايه نفرح نفسنا شوية. طبعا القناة عملنا كده، انتوا عارفين الشغل دوت منتشر وحلو جدا، بيتعمل بيه حاجات كتير. بصوا عملنا زي ما انتوا شايفين القناة اهي. عايزة بس اجيب لكم اهو، ده الشكل بتاعها. حبينا نطلع لكم القناة بره الموبايل زي ما انتوا شايفين اهو. وكمان الشكل ده، هما شكلين، الشكل ده كمان في علامة طبعا ايه تفعيل الجرس، اتمنى ان انتوا تفعلوا الجرس. طبعا الشيف اهو، يعني علامة الشيف، واليوتيوب عبير مرجان. ما تنسوش طبعا ايه اللايك اهو، اهو اللايك ما تنسوش اللايك تدعمونا بيه، وتفعيل الجرس، تفعيل الجرس والاشتراك طبعا. ده حاجة جميلة جدا منكم.
ان انتوا بتدعمونا، وبجد بجد بحبكم في الله. ويا رب المحتوى النهارده ينال اعجابكم ويكون جميل. زي ما انتوا شايفين عملنا النهارده ريفيو عن حاجات كتير، وانا بجد بجد حابه الشكل ده قوي، عاجبني جدا جدا. والماتيريال بتاعته تحس ان هو زي طبقتين، مش مجرد شكل بس، وليه مقعد كده بيتقعد. وبجد بجد حلو، عجبني، وكانت دي فكرتي. الناس دي بتعمل الشغل ده، فانا عرضت عليهم ان انا اعمل اسم القناه واحطه كده. عجبني. فهم صمموا طبعا الاول على الكمبيوتر، وانا اخترت الشكل. هما شكلين، هو ده اول شكل، والشكل التاني زي ما انتوا شايفين اهو. هو الاولاني ما كانش فيه علامة اللي هي اللايك والاشتراك والجرس، فحبيت ان انا اعمل واحد تاني. بس بصراحة التاني كمان طلع تحفة جدا، وشكله عجبني جدا. طبعا النهاردة عملنا المكنة اهي، بجد جميلة جدا. اتمنى ان انتم تجيبوها، حلوة. حلوة قوي قوي. استخداماتها كتير، استخداماتها يعني لا تعد ولا تحصى. هتنفعك في البيت، والعرايس بقى المقبلين على الزواج يعني يجيبوا الحاجات المهمة دي اللي بتنفع، مش حاجات تتحط في النيش وما تستخدمش. لا، نجيب الحاجات دي. الكبة اللي بتعجن نجيب، اللي هي المكنة دي اللي بتعمل اللازانيا دلوقتي. مفيش حد ما بيحبش اللازانيا او المكرونات، اساسي. حلوة جدا، وبجد بجد عجبتني. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يكون المحتوى النهاردة عجبكم. ما تنسوش بقى لايك، انا اهو حاطه لكم لايك اهوت. تنسوش اللايك للقناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.